الكسل مش عيب، العيب انك تقاومه غلط. عاوز بس قبل ما تشتم ويضايقك كلامي، تعالى نفهم مع بعض ان الكسل مش عيب. من واحنا صغيرين اتقال لنا الكسل بيساوي ضعف، الكسل بيساوي فشل، الكسل بيساوي مشكلة لازم تتحارب. بس ده خلى الناس تدخل حرب طول حياتها مع نفسها. بس خليني اقولك ان الكسل في اغلب الحالات مش كسل حقيقي، ده عرض مش مرض. احيانا بيكون اشاره لحاجه تانية زي ارهاق نفسي، ضغط زائد، هدف مش مناسب ليك او نظام حياه غلط. المشكله اللي بتحصل لما تحارب الكسل بالقوه، بتضغط نفسك، بتكره اللي بتعمله، بتفشل اكتر فتزيد الكراهيه، فتدخل في دايره اسوأ. فالاول بدل ما تسال ازاي اكون نشيط، اسال انا ليه مش عايز ابدا اصلا. لان الكسل مش دايما بيكون عدو، الكسل كتير بيكون رساله. هقول لك مثال بسيط. لو حد كل يوم بيحاول يذاكر ومش قادر، ممكن يكون المشكلة مش فيه، المشكلة انه ممكن بيذاكر حاجة مش فاهمها، او بيذاكر تحت ضغط، او بيكره الطريقة نفسها. فمش كل كسل لازم تحاربه، في كسل لازم تفهمه الاول. لان احيانا الكسل مش توقف، ده انذار انك ماشي في طريق غلط ومحتاج تصحح مسارك. تمام يا صديقي؟ واهم حاجة عندي بقى انك تفكر بره البوكس عشان تسبق كل الناس. بحبكم في الله جميعا. ابراهيم النفاعي، والسلام.